بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى كل سنه وانتم طيبين. هنعمل بنص كيلو دقيق بس الحلاوه اللي انتم شايفينها دي. هنسمي بسم الله. اول حاجه نص كيلو دقيق ورشه ملح، هنقلبهم مع بعض، وبعد كده هنبدا ننزل بالميه واحده واحده لحد العجينه ما تلم معايا. وانا عايزه النهارده عجينه يابسه مش طريه ولا بتلزق في الايد. هي العجينتنا النهارده بتبقى يابسه. فانا طبعا متفقه معاكم، متفقين مع بعض ان احنا عيار الميه ده مش هقدر احدده لكم في العجين بالذات، علشان كل دقيق على حسب. في دقيق بياخد ميه زياده، في دقيق بياخد ميه اقل. فانت تفضلي تحطي الميه واحده واحده مش كتير. يعني مثلا قولي شوية بشوية كده لحد ما تبص تلاقي العجينة لمت معاكي، بس لازم تكون عجينة قاسية. يعني ما تزوديش في المية كتير علشان الدقيق ما يغدحكيش وبعد كده فجأة تلاقيه طري. هو مش مشكلة ولا حاجة، ممكن عادي هنزود دقيق، بس احنا عايزين المقدار يبقى معانا مظبوط ان شاء الله من اول مرة. انا كده لميته كله من الطبق اهو. وطبعا انا قلتلكوا ان لازم ياخد بتاع 10 دقايق كده عجن على الرخامة لحد العجينة ما تنعم معايا. انا هبدأ اعمل كده بس مش هطول عليكم الفيديو، وهرجع لكم تاني بعد العجينة ما تنعم وهوريكم السمك بتاع الملمس بتاعها عامل ازاي. كده رجعنا اهوت بعد ما 10 دقايق كده فضلت اعجن فيها لحد ما اديتنا السمك الناعم الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اعملها زي اسطوانة كده، وهجيب قطاعة عندي واقطعها الكورة على حسب الكورة المقاس الرقاقة اللي انتوا عايزينها. انا هبدأ كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ اجهز صينية عندي ورشاها دقيق. وبعد كده هبدأ اكورها زي ما انتوا شايفين كده وموضح في الصورة، وهغلفها بالدقيق من تحت ومن فوق. لازم يا جماعة الخطوة دي. وبعد كده هبدأ ارصهم كلهم المقدار كله على الصينية. وبعد كده هبدأ اجيب اي فوطة عندي وهروح مغطياه واسيبها ترتاح. هي طبعا ما فيهاش خميرة، فمش احنا دلوقتي مش هنخمر ولا حاجة عشان ما فيهاش خميرة، بس احنا لازم نريحها علشان لما نيجي نفردها بعد كده تفرد معانا بكل سهولة. فانا كده خلصت المقدار كله اهو. هغطيه برضو عشان الوش ما يتعملش مني، واسيبه حوالي بتاع ربع ساعة كده مش كتير. وبعد كده هبدأ ارجع تاني معاكم كده بعد مرور ربع ساعة. يا جماعة شايفين ارتاحت خالص اهي. هجيب اي نشابة عندي وهبدأ ارش رشة دقيق زي ما انتوا شايفين كده من فوق ومن تحت، وهبدأ افردها على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. بفردها الاول كده بالطول وبعد كده بالعرض، وبعد كده هبدأ اعملها الفها على النشابة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وكل ما اعمل يا جماعة افرد ارش رشة دي علشان ما تلزقش مني وتطلع مدورة وجميلة وحلوة ورقيقة. ورققوها يا جماعة، خلوها رقيقة جدا علشان بعد كده لما تيجوا تعملوها تبقى طعمها تقطم معاكم وتبقى جميلة وتقطم معاكم بسرعة، وبعد كده ما تبقاش ناشفة وانتوا بتعملوها. فحاولوا ان انتوا توسعوها وترققوها. والنهاردة انا عندي هطيبها لكم على حاجة بسيطة جدا يعني سهلة. انا عندي صاجة كبيرة بس مرضتش اطيبه النهاردة على الصاجة. شايفين الرقة بتاعته؟ بوريكم السمك بتاعه عامل ازاي، وبنفض الدقيق منه. وهبدأ بقى ان انا هطيبها. جبت لكم النهارده اسهل حاجه اي صينيه عندك، صينيه فرن بتقلبيها على وشها على الشعله من فوق وعلى نار هاديه يا جماعه جدا. ما تعلوش النار علشان ما تتلسعش منكم. وبعد كده هنبدا اول ما تطلع اللي هي الفقاقيع اللي باينه قدامكم دي، يبقى معناها ان هي استوت من تحت. هبدأ اقلبها على الوش التاني اول ما تاخد لون بيش كده خفيف. ما سويش عن كده يا جماعة علشان هي لسه برضو لما نيجي نطيبها اهو زي ما انتوا شايفين كده لون خفيف خالص اهو. ما زودش عن كده علشان لسه هي لما نيجي نعملها بإذن الله في الصينية هتاخد سوا، فاحنا ما نزودش السوا بتاعها هنا. لازما يكون اللون اللي انتوا شايفينه ده.
وبالنسبة للحروف دي يا جماعة ممكن تشوفوا اكبر صينية عندكم اهو، شايفين الجمال والروعة، شايفين خفيف ورقيق قد ايه. هعمل معاكم واحدة تانية بنفس الطريقة برضو الاولانية. وهنا بقول لكم لو انتوا مش حابين تقطعوا بعد كده الحروف، ممكن تجيبوا من الاول صينية كبيرة عندكم. انا النهاردة كنت هجيب الصاجة بتاعتي بفرد عليها وبتبقى مفرودة جدا جدا، بس انا مرضتش اصعب الامور وقلت احسن حد يقول انا ما عنديش الصاجة دي ويكسل يعمل. فعملت لكم بحاجة موجودة في كل البيوت علشان اشجعك واقولك قومي اعملي. ان شاء الله ده الكيلو هيرمي معاكي بسم الله ما شاء الله كمية هتشوفوها في اخر الفيديو. احسن ما تشتريه من بره وبيبقى غالي. من نص كيلو دي بس هتعملي الكمية دي كلها وبألف هنا وشفا. وكل سنة وانتم طيبين وأولادكم طيبين وبخير وسلام يا رب. عيد سعيد علينا وعليكم جميعا. وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ برضو هطيبها معاكم، وبعد ما اطيبها معاكم هوريكم الكمية بعد كده قطعت معايا قد ايه. زي ما انتوا شايفين وملاحظين كده يا جماعة، انا برش رشة دقيق كل فردة، علشان انت لو ما عملتش كده هتبص تلاقي ان هي لزقت معاكي وهتتقطع منك وهتضايقك بقى. فهي رشة دقيق خفيفة كده بين كل واحدة وواحدة. وبنفض هنا يا جماعة الدقيق علشان بعد كده وانا بسوي على الصينية الدقيق ده ما يحرقش معايا. كده هلمها واروح اطيبها واوريكم السوا بتاعها برضو اهو يا جماعة، علشان شايفين، علشان اللي ما شافش معايا في اول واحدة اهو يا جماعة شايفين بسم الله ما شاء الله. وفي ثواني يا جماعة اول ما الصينية تسخن في ثواني ما بتكملش وبتنجز معايا بسرعة بصراحة عن ما احطها في فرن البوتاجاز. انا بخلص خلال على طول، هي ما بتكملش ثواني. وبعد كده هوريكم السوا بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين كده ما بتكملش. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا يا جماعة ان النار تكون هادية. العين عادي كبيرة بس النار تكون هادية خالص، مش متوسطة، هادية خالص كأنك بتسوي رز، علشان يطلع ابيض وجميل كده واخد لون بسيط. هنا يا جماعة الحروف ديت علشان بس الصينية صغيرة فكانت عايزة صينية اكبر، وانا بحبه كده كبير علشان انا متعودة اعمله على الصاجة زي ما قلت لكم. انت شوفي بقى اكبر حاجة عندك، يا اما صغري العجينة وخليها صغيرة، الرقاقة تبقى صغيرة معاكي. كده انا اهو خلصت الاتنين دول وهعمل كل الكمية بقى عشان الفيديو ما يطولش، وهوريكم كل الكمية في الاخر. شايفين الرقة والجمال يا جماعة، ونشف في ثانية علشان هو رقيق. فكده هو انا عملت كله بقى. ودي الكمية يا جماعة شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين الكمية قد ايه. يلا وده اخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.